واحدة من أكتر اللحظات اللي بنحس فيها بضيق هي لما نحاول جاهدين نفتكر حاجة مهمة بس ما نقدرش. الموضوع مش بس ممكن يسبب لك إحراج لو بتحكي حاجة لمجموعة من الناس، بس كمان ممكن يكون سبب في إنك تنقص درجات كتير لو الذاكرة عملتها معاك في الامتحان. في فرجة هنقولك على شوية حاجات هيساعدوك تقوي الذاكرة بتاعتك وتقلل فرص النسيان بشكل ملحوظ. تمارين الذاكرة هي أحد الطرق المثبتة علميا لزيادة قدرة الذاكرة. كل اللي عليك تعمله إنك تسأل نفسك كل شوية عن تفاصيل عدت عليك قبل كده. اسأل نفسك مثلا صديقك كان لابس إيه لما شفته الصبح، أو حاول تفتكر كل تفاصيل الفيديو اللي شفته امبارح، أو اسم الشخص اللي اتعرفت عليه من أسبوع. ويا سلام لو أنت مروح من الكلية أو المدرسة تحاول تلخص في مخك الحاجات اللي خدتها النهاردة كلها. كل ده بيساعد الخلايا المسؤولة عن الذاكرة إنها تفضل نشطة، وكل ما تمارس التمارين دي كل لما قدرة الذاكرة على العمل هتزيد. ما تتضايقش خالص لو ما افتكرتش، الغرض من التمرين هو انك تحاول تفتكر مش انك توصل للمعلومة. المختصين في علم النفس بيقولوا ان كتير من حالات ضعف الذاكرة بتبقى بسبب ايمان الشخص بان قدراته محدودة رغم انه ممكن يكون مش صحيح. فلو انت واحد من اللي بيظنوا ان ذاكرتهم ضعيفة، ابدأ من النهاردة قول لنفسك ان انت ذاكرتك قوية جدا وانك قادر تفتكر كل حاجة انت عايزها حتى لو ده مش صحيح. في تجارب بتشير انك لو اقنعت نفسك فعلا بده قدراتك بالفعل هتتغير، والكلام ده هيبقى فعلا حقيقة. رتب حياتك ونظم مهامك على مدار اليوم كلما سنحت لك الفرصة. ده هيساعدك على تحديد أولوياتك، واللي بدوره بيدي أولوية للحاجات اللي انت عايز تفتكرها، وهيخلصك من الحاجات اللي مش مهمة اللي ممكن تكون بتاخد حيز من تفكيرك وذاكرتك بدون فايدة. في الحقيقة من الصعب إيجاد إثبات علمي للكلام ده، بس ببساطة دور على الناس المنظمين في دايرة معارفك، نقدر نأكد لك إنك هتلاقي ذاكرتهم قوية جدا. المخ بدون شك بيتأثر بصحة الجسم كله، فلو بتحاول تحصل على ذاكرة قوية احرص انك تحافظ على العادات الأربعة اللي هيحافظوا على صحة جسمك وقوة ذاكرتك. النوم الكافي واللي بيعتبر أهم العادات دي لتقوية الذاكرة، والتغذية السليمة اللي بتعطي العقل احتياجاته اليومية خصوصا الغنية بفيتامين B12 وأوميجا 3 المقويين للذاكرة. التمارين الرياضية لأن من الصعب تحصل على عقل سليم يصاحبه جسم مش بيمارس الرياضة. وأخيرا لازم تبعد عن التدخين أو أي حاجة مشابهة ليه، واللي حرفيا بيدمر خلايا المخ وبتاخد ذكريات كتير معاها. في فرجة دورنا مش بس نحاول نعمل فيديوز تعجبكم، بس كمان بنحاول نساعد بجد كل شخص عايز يتغير أو يتعلم حاجة. عشان كده خلونا نبدأ أول تمرين للذاكرة مع بعض. وقف الفيديو لثواني وحاول تفتكر لون النضارة اللي كان لابسها الطفل في أول الفيديو. شاركونا في التعليقات تجربتكم وقولوا لنا عرفتوا ولا لا، وهنبقى سعداء جدا لو دعمتونا بلايك وسبسكرايب. بالمناسبة لون زرار السبسكرايب ممكن يفكرك بحاجة كده يعني. نشوفكم الفيديو الجاي.